لما قلت لاصحابي انا هعمل دراسات عليا، راح قالوا لي يا بنتي احنا مخرجينك بالعافيه انا فعلا في سنه تانية كليه كنت عايزه اسيب الكليه، فعايزه تكملي تعليم ازاي؟ فلا، لان التجربه التعليميه هنا مميزه وملهمه على كل الاصعده. يعني بالنسبه لي اي حد بقول له ان انا منبهره بمشروع تعليم حلو بالطريقه دي وعلى كل الاصعده بالطريقه دي، يقول لي ايه ده انت بتدرسيه في جامعه ايه؟ اقول له في جامعه القاهره. يقول لي ياه، بروجكت بالطريقه دي وبرنامج تعليمي بالشطاره دي والحلاوه دي في جامعه القاهره، جامعه حكومه يعني. يس. واي ريتد 20 من 10 فور ناو، يعني لسه في 3 ترمات هنشوف هيحصل ايه. هلو، عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا جيت عشان ارجع اكمل رحلة التزامي الجميلة اللي دامت 6 فيديوهات. كل اسبوع كنت بنزل فيديو، وبعدين خدت اجازة طويلة تاني مدتها شهر علشان كنت بمتحن امتحانات الدبلومة اللي هنتكلم عنها النهاردة. وبعدين عشان انا وانا بمتحن كنت راكنة شغلي على جنب خالص، فكنت محتاجة اركز فيه شوية اول ما رجعت. بس انا دلوقتي جيت الحمد لله. النهارده احنا هنتكلم عن الدبلومه اللي انا بعملها، دبلومه التنميه الثقافيه، بعملها في كليه اداب جامعه القاهره. وخليني بس اقول حاجه في بدايه الفيديو علشان نحرر الفيديو ده، انه الفيديو ده هو تجربتي، الفيديو ده مش معلومات عن الدبلومه. لو عايزين تاخدوا معلومات عن الدبلومه عندنا مصدرين، المصدر الاولاني الويب سايت بتاع الكليه، والمصدر الثاني البيج بتاعه الدبلومه على فيسبوك، وهحطهم لكم الاثنين تحت في الديسكربشن. لكن النهارده انا هتكلم عن تجربتي في الترم الاولاني في الدبلومه، وهي اصلا سنتين، يعني تجربتي في ربع مده الدبلومه. فده انطباعي عنها، ودي انا وتجربتي، وحطيتها في تايم لاين تجاربي وحياتي. بس فيلا بينا. انا انسان بيؤمن جدا باهميه ترتيب الاحداث، فانا هحكي الموضوع بترتيب الاحداث، وانتوا جروا بقى وقت وصلوا للموضوع الاهم بالنسبه ليكم. اول حاجه، انا ليه رحت الدبلومه دي؟ لو انتوا عارفين انا خريجه فنون جميله، قسم نحت، شعبة نحت عرايس متحركه واقنعه. ومن اول ما اتخرجت وانا عارفه، لا دي بقى معلومه جديده بقولها لكم، بس من اول ما اتخرجت وانا عارفه ان انا عايزه اعمل دراسات عليا، ماجستير بقى ايا كان. ما كنتش مهتمه باسم الشهاده، بس عارفه ان انا عايزه اكمل دراسات. لكن كان عندي تو كونسيرنز. لا، هو انا ما كنتش عايزه اكملها اول ما اتخرجت على طول عشان تو كونسيرنز. الكونسيرن الاولاني، ما كنتش عايزه ابقى بهرب من اني مش عارفه اشتغل فبكمل دراسه لا هي نفسي او ان هي حجه او ان هي ايا كان. تاني سبب، ما كنتش لسه حاسه ان رايي دلوقتي اول ما اتخرجت هو رايي الدقيق عن الحاجه اللي عايزه اكمل فيها حياتي. وقلت لا، انا عايزه اخد فتره بشتغل عشان يبقى عندي خبره عمليه، وساعتها يبقى المعلومات او العلم اللي انا هتعلمه هيتوظف في الباث بتاعي، مش ان انا عايزه اتعلم لمجرد العلم. انا دايما بحب العلم اللي اقدر استخدمه، مش العلم اللي هو. فكنت مهتمه جدا بحته ان انا يبقى عندي خبره عمليه عشان اقدر احدد انا عايزه اكمل دراسات في ايه. وفعلا لو انا كنت كملت دراسات اول ما اتخرجت، يعني اول حاجه كانت على بالي ان انا ممكن اعمل فيها ماجستير اول ما اتخرجت، كانت تاريخ الفن. لما باجي اقف دلوقتي واقول انا كنت هعمل ايه بالموضوع ده، بلاقي ان هو ما كنتش هعمل بيه حاجه. فالحمد لله. وبعد فتره من ساعه ما عملت الفوليوم الجديد من اصنع صديقك المفضل، وانا بقيت انترستد قوي بالسايكولوجي وعلاقه ده بالارت، فكنت حابه اني ادرس ارت ثيرابي. وكنت شفت فعلا ان ساويرس كانوا عاملين منحه لدراسه الارت ثيرابي، ماسترز في الارت ثيرابي بره، وكنت انترستد قوي في الموضوع، بس ما كنتش عايزه ان انا اسيب المشروع بتاعي بعد ما بقى ايه وامشي. كنت حاسه انه لو كان ممكن امشي لو ما كنتش بدات اصلا، وكان ممكن امشي لو ان الموضوع بقى يقدر يشتغل من غيري وانا بديره بس من بره، والاتنين ما كانوش حاصلين. ففكره ان انا ارمي حته واجري، وبعدين لما ارجع الاقي انا ما ببداش من الصفر، وفي نفس الوقت ما وصلتش لليفل ستيبل، فكنت حاسه ان ده اي كلام. وقلت لا، انا هستنى شويه لما الموضوع يتقل ويقدر يمشي من غيري، وبعدين ممكن ابقى اسافر واتابع كده اونلاين، واعمل انا الحاجات اللي مش محتاجه وجود في مصر، وحد يبقى هو بيعمل الحاجات اللي موجوده في مصر. لما جيت بصيت على المنحه السنه دي، لقيت انه اصلا الارت ثيرابي اتشال. شالوا التخصص من المنحه. فقلت يلا، انا اصلا ايه، وكنت فقدت الانترست لسبب مهم، انه بقيت بشتغل مع حد هو ماسك الجزء ده. والحاجه التانية، لقيت ان لا، انا مش محتاجه اتخصص في الموضوع ده علشان مشروع يمشي. يعني انا حابه جدا ان شغلي كله يبقى ارت وسايكولوجي الاتنين مع بعض، ونبقى بندعم مشاعر ايجابيه
وبنستخدم الارت علشان نعمل مش عارفه كذا 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 كذا، وانتم ممكن تتابعوا الفيديوز اللي بنزلها وتعرفوا انا بعمل ايه في شغلي. بس دي برضو نقطه مهمه، مش كل حاجه في شغلك لازم انت اللي تعملها، فلازم تبقى مفرق ايه اللي انت لازم انت اللي تعمله، ما ينفعش حد غيرك يعمله، والحاجه اللي ممكن حد تاني يعملها. فقررت ان انا افكس للاثنين دول. بس السنه اللي فاتت في حوالي شهر 6 أو 7 لقيت فريند على فيسبوك عندي وصديقه يعني اسمها ندى. لقيتها اتخرجت من الدبلومه، وقبلها برضو كنت عارفه صديقه تانية بتتخرج من الدبلومه، وحسيت ان انا متحمسه جدا اعرف عن الدبلومه دي، لان انا بحترم جدا الشخصيتين دول ندى وساميه. فبعت لندى سالتها وكانت اجابتها بتقولي علا في محتوى تعليمي ومشروع تعليمي متفصل على الحاجات اللي انتي بتحبيها. فايه بقى دبلومه التنميه الثقافيه؟ الايم اللي بتهدف له دبلومه التنميه الثقافيه، وكنت قلت ده في فيديو على انستجرام، ان هي تصنع شخص واحد مالتي بوتنشالت متعدد القدرات. ليه؟ لان هم لقوا ان الناس اللي بتشتغل في الثقافه منقسمين نصين، يا اما فنانين وما بيعرفوش يديروا شغلهم او يقدروا شغلهم، او مش فكره يقدروه، لا هم بيقدروه بس ما بيعرفوش يديروه كشغل وكبزنس ويكبروه، يا اما اداريين بيتكلموا فلوس واداره وسيستم وما بيفهموش حاجه في الارت. فهم قالوا لا، احنا عايزين شخص واحد يبقى بيفهم كده وبيفهم كده، حتى لو هو بعد كده وطبيعي ان هو يتخصص في حاجه من الاتنين، فهو لازم يبقى فاهم الناحيه التانية، عشان الشخصين اللي بيشتغلوا في النوع ده من الصناعات يبقوا ما بيتخانقوش مع بعض، او انه شخص واحد يعرف يدير مؤسسه زي كده او ايا كان. هو ده هدف الدبلومه. فاحنا بندرس مواد، او في الترم اللي فات درسنا مواد ارت، درسنا ماده اسمها مقدمه في الفنون البصريه، ومش هكون ببالغ لو قلت ان الماده دي هي فادتني في الفن اكتر بكتير من 5 سنين فنون جميله. عرفتني ازاي اقرا لوحه واقيم لوحه، مش بالحب وبالجمال وبالكلام المطاير في الهواء، لا بمقاييس. وعرفتني ازاي ابص بصه طويله اللوحه او لفيلم او لارت بيس او لنحت او كل الحاجات دي. مش عايزه اقول نحتايه الكلمه بقى معناها عيب، بس يعني او لنحتايه تمثال يعني، او لمنحوته يعني فالماده دي كانت غنيه جدا، والماده دي تحديدا والدكتور اللي كانت بتدرس لنا فيها تحديدا انا اتعلمت منها غير فكره تحليل الاعمال الفنيه بناء على اسس، لكن اتعلمت منها ازاي انا اكون مدرسه شاطره. انا بس مش عايزه يعني اسبق الاحداث، فخلينا نمشي كده ايه حته حته. فهما كان الجزء ده مهم جدا في الدبلومه. الجزء الثاني جزء الاداره او البيزنس. فاحنا درسنا ماده في الترم اللي فات برضو اسمها تخطيط استراتيجي. ده بقى فكره انك تعمل مؤسسه. عارفين بقى الفيجن والميشن والحاجات دي لو انتوا يعني في الموضوع، فدي بندرسها وبرضو درسناها بطريقه عمليه. وهنا بقى حته اللي انا بقول لكم ان في برنامج تعليمي متفصل عشاني. اولا الدبلومه بالليل من 5 ل 8 تقريبا، المحاضرات كانت كلها في الافريج ده، وانا بحب جدا بالليل يعني. عامه انا من زمان نفسي انضم لبرنامج تعليمي مسائي بقى، مش اللي هو من 12 بتاع المدارس اللي الكلام، مسائي اللي هو لايك بالليل. انا بروح الجامعه بالليل وبمشي منها بالليل الموضوع عشان انا ارتست فبحسه دريمي جدا. وتاني حاجه انا ما بحبش اتعامل مع ناس بالنهار، يعني انا بصحى بدري عادي ساعات مش دايما، بس ما بحبش اتعامل مع ناس بالنهار بحب النهار يبقى الوقت الشخصي بتاعي، والبالليل بقى وقت الاكتيفيتيز والشغل والتعامل مع الناس ومشي في الشوارع وكل حاجه. فكان عاجبني جدا انها بالليل. هي طبعا معموله بالليل عشان تبقى فاليد للناس اللي بتشتغل. ضمن الحاجات برضو فدول نموذجين من مواد مختلفه. درسنا برضو الترم اللي فات ماده اسمها اقتصاديات الثقافه. دي كانت لطيفه في حته ان هي بتعرفك الدنيا حواليك فيها ايه، وازاي المحتوى الثقافي بقى يتبص له من ناحيه ماديه. هي الفكره ان هي مش بتديك معلومات قوي، يعني في المواد كلها ما كانش فيه معلومات قوي. كان فيه معلومات جدا في ماده تراث الثقافي المصري كان فيها معلومات غزيره، بس برضو مش من البرسبكتيف بتاع انه منهج، على قد ما البرسبكتيف بتاع يلا نقرا ونوظف القراءات بتاعتنا تحت عناوين، واهم حاجه نطلع باوت، يعني نطلع في الاخر
ملاحظين الحاجه المعينه دي، مجاوبين على السؤال الفلاني. هو انا كان بالنسبه لي ان هي مفيش منهج دي هايله قوي، لان طول ما في منهج يبقى هي عقيمه. لان احنا دلوقتي 2023 السرعه مش طبيعيه، مجنونه يعني. ففكره ان في منهج ده يخلي اي حاجه في الدنيا عقيمه، لكن فكره ان في way of thinking، طريقه للتساؤل، ده كان عاجبني جدا. انه احنا المنهج ايه؟ الدنيا حوالينا، يلا نشوف الدنيا حوالينا بتمشي ازاي، يلا نابلاي. وانا بحب جدا، لو انتوا ملاحظين هتلاقوا عندي على الحيطه، مش عارفه باينه ولا لا، شايفين ال3 سطور دول؟ في كود كده بحبها قوي، بتقول: قل لي وسوف انسى، ارني وقد اتذكر، اشركني وسوف افهم. فكل ما المعلومه او الريزلت بتوصل له انت عن طريق انت اللي انفولد في الموضوع، بيترسخ قوي فيك اكتر. ولكن برضو الحاجه اللي كانت عجباني ان انا مش عايزه اعمل مقارنات، لكن احنا في فنون جميله كان الموضوع مبهوأ شويه. انا كنت حاسه دي تجربتي تجربتي في فنون جميله كانت مبهوأه، اللي هو يلا نعمل ارت، يلا نعمل حاجه جميله، يلا نحب مش عارفه ايه. بس انا شايفه نظام في انه مثلا عشان تعمل ريسيرش، لا احنا بيتقدم لنا فورميولا كده، الريسيرش المفروض يتعمل ازاي. يعني بديك الماده الخام، بديك التكنيك، بديك البيز اللي انت بقى تبذل مجهود في اللي ليه لازمه انك تبذل مجهود فيه. مش لازم انت تروح عاكك وتبذل مجهود قد كده في حاجه ممكن نساعدك فيها من غير ما الغي مجهودك او شخصيتك او تجربتك الشخصيه والحاجات دي. كان في تجربه شخصيه فيما يستدعي التجربه الشخصيه، وفي مجهود متقدم فيما يستدعي المجهود المتقدم. فده كان من اكتر الحاجات اللي استظرفتها جدا. المفروض ان لسه عندنا مواد تانية ليها علاقة بفنون تانية، تقريبا في حاجات ادبية وليها علاقة بالادب، بس دي مواد اختيارية اي جس، وفي مواد ليها علاقة بالقانون الثقافي. يعني هي برضو حتة شوية بتربطك بالواقع، فتحس ان هي دبلومة مصرية قوي، مش اللي هو انت بتدرس حاجة معمولة في امريكا ولا حاجة. هي فيها حاجات علوم عامة، وفيها حاجات تساعدك على التطبيق في اللي انت فيه. عارفين برضو في كود بحبها بتقول think global act local. انت بتثينك بطريقة منفتحة، بتابلاي بشكل غير منفصل عن الواقع اللي انت فيه. فانت بتدرس ثقافتك، وبتدرس لو انت حابب ثقافات محيطة، وفي نفس الوقت بتدرس مايند سيت دولي، وبتدرس ابلكيشن لوكال. زغزغة مش طبيعية. I got a list of inspirations وانا بعمل التسليمات والمذاكرات والابحاث بتاعه فتره الامتحانات. عشان كده كنت مختفيه تماما، ببروسس بقى، دماغي سحلاني، ما كنتش حابه خالص اني اكروت. فانا كده اتكلمت عن انا ليه دخلت الدبلومه. لان انا بعمل بيزنس في مجال الارت. هو الثقافه هي ارت، و يعني عامه المجالات الفنيه، كتابه، يعني ادب، فن تشكيلي، سينما، مسرح، كل الحاجات دي اسمها صناعات ثقافيه. فانا كنت حابه انه انا بعمل ارت وشاطره فيه. يعني كان في كذا حد سالني ليه ما دخلتيش دبلومه الابداع. حسيت له كفايه ابداع بليز، انا اصلا مش لاقيه وقت اطبق الافكار اللي في دماغي لدرجه ان انا بفكر ابيع افكار. مش عطلانه في الحته دي. ولكن فكره انه اداره المؤسسات، التعامل مع الواقع المحيط، التعامل حتى مع الارت بيسز، انا I got inspired زي ما قلت لكم. حتى فكره تصميم برنامج تعليمي، لان تصميم الدبلومه بالنسبه لي اصلا في حد ذاته ملهم جدا. الماده بتاعه التخطيط الاستراتيجي كنا المفروض نطبق على مؤسسات موجوده. هي الماده عمليه برضو، فيها جزء نظري والاكتر عملي. يعني احنا بنديكوا حته كده، كبسوله كده ازاي تعمل كذا، ويلا نقعد محاضرتين 3 بنعمل فيها. فانا كنت بطبق على علا بشير ارت ستوديو باعتبار ان هي مؤسسها يعني ان شاء الله فيما بعد. واي جوت يعني مش انسبريشنز، لا انا صلحت حاجات في شغلي بسبب الماده دي. فيعني كاني باخد كورس بزنس. انا لما بتيجي تبقى انفولد شويه في حته البيزنس، موضوع الفيجن والميشن ده دماغك بتورم بسببه. وسمعته من مليون حته. احسن مره تلقيت المعلومه دي فيها برضو من ضمن الحاجات اللي عجباني جدا ان الدبلومه مش تبع قسم معين في كليه اداب، هي متحد فيها كل دكتور جهبذ وعبقري في مجاله. حتى فيهم ناس مش دكاتره في الجامعه،
اكسبرتس، هم في المجال بشكل عام. الدكاتره اصلا اللي بيدرسوا لنا ممكن اقول لكم ان منهم دكتور عماد ابو غازي وزير ثقافه اسبق، فبيدرسوا لنا دكاتره. انا بحب قوي حته اني اقعد احس ان انا قدامي استاذ، يعني انا بشتاق لفكره ان في حد اكبر مني، سبيشالي ان انا بشتغل لوحدي، فبابريشيت قوي فكره ان في حد اكبر مني. يعني ما عنديش مدير في شغلي او حد اكبر مني انهل منه علم، ففكره انه معاك دكاتره كبار في نفس الوقت دماغهم تنطبق عليها جدا حته ان هم دكاتره في دبلومه اسمها تنميه ثقافيه. يعني they couldn't be more تنمويين ثقافيين بصراحة، حتى كاتيتيود في التعامل، يعني مش بس في المحتوى العلمي يعني. فأنا بتجيلي انسبريشنز على شغلي، وعلى شغلي بقى اللي هو كعلا بشير ارت ستوديو، وعلى ازاي اصمم برنامج تعليمي. انا كنت منبهرة قوي بالتطبيق ده في مادة مقدمة في الفنون البصرية بتديها لنا الدكتور سلمى مبارك، وفكرة التعاون ما بين الناس، البلندنج اللي حصل ده، علشان في الاخر النتيجة احنا ما حدش بيقول لا انا اهم من التاني والمادة بتاعتي اهم، او ان مش هم كلهم متعاونين. الدبلومة وقتها ما كملتش تقريبا 8-9 سنين موجودة، وكل دفعة شاطرة اكتر من الدفعة، مش عايزة اقول اكتر من الدفعة اللي قبلها، لكن كل دفعة بتطلع قوية. المفروض ان بيكون في الاخر مشروع تخرج بيتطبق في الحقيقه. انا قصدي انه هي مش بتفيد او خلاص الناس ما بتبقاش انترستد او ما بتقدمش الموضوع بنفس الشغف، لا، انت بتلاقي دكاتره اصلا شغوفين اكتر منك وملتزمين اكتر منك، وبيبعتوا لك طول الوقت ريسورسز واخبار. يعني احنا في ماده عندنا اسمها اقتصاديات الثقافه، دي ماده مرتبطه اكتر بالابديتس بتاعت دلوقتي. الدكتور بتبعت لنا اخبار طول الوقت، وماده التراث الثقافي المصري الدكتور بيبعت لنا كتب طول الوقت، واحنا طبعا لا بنلاحق نخلص الاخبار دي ولا بنلاحق نخلص الكتب دي. بس الدكاتره لا يكلوا ولا يملوا من ان هم يفضلوا يبعتوا لنا، لان دي لينا. وبرده مفهوم ان الدبلومه احنا داخلينها بباشن وحابين الدراسه، فما فيش النظام بتاع الطالب بقى والكلام الخايب بتاع الجامعه ده، بصراحه مش موجود خالص. الموضوع كله فيه شياكه كده في شياكه جدا، في تقدير، وفي احترام للكونتنت، وفي احترام للمنظومه. انا كنت مستظرفاه قوي. انا بحب اكون في اتموسفير عامه شيك ومحترم ولذيذ. ف يعني شخصيات الدكاتره اصلا نفسها ملهمه في حد ذاتها، يعني كلهم بصراحه. انا كنت حاطه شويه نقط على اساس ان انا عندي احلام اني اقسم الفيديو ده لبورتس، كل واحد يوصل للبورت اللي هو عايزه. فانا كده اتكلمت انا ليه دخلت الدبلومه، اتكلمت عن شكل العمليه التعليميه ان هي ريسيرش اكتر، وان هي ابديتد. مواعيد الدراسه قلت لكم ان هي بالليل، واتكلمت عن الدكاتره كتير وممكن اتكلم 90 سنه قدام. قلت لكم انا ازاي استفدت من ده شخصيا، بس مش هشارككم افكاري كلها، لكن ممكن اديكم تيب كده سريعه في الفيديو ده ازاي استفدت من ماده استراتيجيات الثقافه. تركايه كده، كان في حاجه بندرسها اسمها الارت ميكس، ما بين اكبر نوع من انواع الايفنتس اللي بتتعمل كل سنتين وبتحتاج فلوس ومجهود كتير جدا، وما بين اصغر حاجه من الاكتيفيتيز اللي هي بتتعمل كل يوم 3-4 مرات داخل المؤسسات الثقافيه، بيكون في مجموعه اخرى من الانواع والاحجام. هذا المزيج على بعضه هو اللي بيضمن استمرارية المؤسسات الثقافية. الارت ميكس ده عبارة عن ان كل مؤسسة بتشتغل على 3 انواع من المشاريع في الارت: مشروع سريع او مشاريع صغيرة، ممكن نقول مثلا انه مشروع كل اسبوع، مشروع متوسط ممكن نقول انه مشروع كل شهر، ومشروع كبير اللي هو بيبقى مشروع في السنة. فكان بيقول انه علشان مثلا انا بعمل مشروع في السنة، ما اقعدش بقى بنزل مشروع كل سنة وفي النص ابقى منسية خالص او ابقى مش اكتف او ايا كان. فهم بيبقوا شغالين على الثلاثة مع بعض، بحيث انه ده بيشتغلوا عليه من اول السنة اللي هو مشروع لكل سنة، وبتاع الشهر بيشتغلوا عليه من اول الشهر، وبتاع الاسبوع حاجة صغننة بيشتغلوا عليها طول الاسبوع. فانا خدت الفكره دي وقررت اطبقها عندي على يوتيوب. قلت اوكي انا هعمل فيديو كبير ياخد مني مجهود كبير، كل مثلا فيديو او فيديوهين صغيرين، فهبقى بنزل. وده اللي خلاني على فكره التزمت لمده 6 فيديوهات ورا بعض. نزلت فلوج اليوم الواحد، فلوج يوم واحد اتصور في يوم واحد، وتاني يوم عملت له اديتنج، وتالت يوم عملت له ابلود والموضوع خلص. الفيديو اللي بعدها كان فيديو منديل كاتب الكتاب، ده انا كنت مصوراه برده من سنه، بس كان الفوتج بتاعه كبير قوي، فقعد ياخد وقت طويل قوي مني في الايديتنج، فده كان محتاج مجهود كبير. فنزل بعد الفيديو المريح اللي فات، فقدرت ان انا يعني بدات مونتاجه مع الفيديو اللي فات
بس اخد وقت اطول شويه في الايديتنج ونزل بعديه. مش فاكره الفيديو اللي بعديه كان ايه، تقريبا نوفمبر ارت فلوج. هو برضو فيديو طويل بس انا كنت اوريدي مجهزاه، كان بس ناقص اني اركب عليه مزيكا فنزل بعديه. وبعدين عشان كنت عايزه اجهز الفيديو بتاع جونيورز اللي متصور من فتره بس كان برضو ليه فوتج كبيره قوي، رحت منزله 2 توكس ما خدوش اي وقت، فضلت رحت قاعده كده مكاني وصورت وعملت اديتنج وحطيت. فتعلمت حته الارت ميكس دي من ماده استراتيجيات الثقافه. اتعلمت حاجات تانية عامه كتير قوي في الماده دي انا استلطفتها لان انا بحب البيزنس يعني، فالماده دي كانت كلها بيزنس. وممكن برضو ابقى اشارككم حاجات زي كده شورتس كده على انستجرام على ذا في ميكر. يعني علا بشير ارت ستوديو بشارك عليه الحاجات الخاصه بشغلي، ذا في ميكر بشارك عليه تريكس وحاجات شخصيه وسكيلز وتجارب، فبحبه قوي الاكونت ده. مركزه عليه اصلا دلوقتي اكتر من علا بشير ارت ستوديو بكتير. فانا قلت لكم ازاي استفدت شخصيا من ده. مين ممكن يستفيد؟ مبدئيا الدبلومه مش بتشترط خالص مين اللي يدخل الدبلومه، اي حد، وطلباتها هبله قوي، مش عارفه كام صوره وشهاده التخرج وكلام فاضي يعني. واحنا معانا ناس في خريجين كل الكليات، يعني مش لازم تبقى خريج ارت او خريج اداب او خريج بزنس، او ممكن تبقى خريج اي حاجه وسنك اي حاجه. فالموضوع لذيذ قوي. وبرده ما قلتش بس الطلبه اللي معايا من اكتر الحاجات الغنيه اللي انا استفدتها جدا من الدبلومه، هما من باك جراوندز مختلفه وكلهم ناس لطاف، يعني انا مش لاقي حد اتضايق منه. عمالين في كل الجروب بروجكتس نخلي 2 مختلفين يشتغلوا مع بعض وبنعمل قرعه عشان كلنا نتعرف على بعض، عشان وقت مشروع التخرج الواحد يلاقي حد على الاقل يقول لا مش عايز اشتغل مع ده. انا كل اللي اشتغلت معاهم مستظرفاهم وكل الناس مستظرفاها، مش عارفه اكسكلود مين من الشغل معايا في المشروع. بس لا الطلبه لذاذ جدا. هو بس التقديم بيبقى في شهر 8، ممكن من الوقت ده تبداوا تتابعوا البيج بتاعه الدبلومه اللي انا هحطها لكم تحت في الديسكربشن. وبيبقى فيه امتحان نظري، مفيش منهج او مفيش حاجه تذاكروها للامتحان، هم بيتعرفوا عليكم على طريقه تفكيركم، على الباك جراوند بتاعتكم الثقافيه او الانترستس بتاعتكم. امتحان كده كان جايب لنا مش عارفه نناقش الفكره ايه رايك في الاعمال دي، قصص كده يعني. بعدين بيبقى فيه انترفيو شخصي، بيقعدوا معاك ويتكلموا معاك ويتعرفوا عليك اكتر. ممكن يبقى عندهم شويه تساؤلات حول اجاباتك يسالوها لك، لكن موضوع كاجوال ولطيف قوي. عشان فكره انه مش باين معروف ان احنا بنحضر الدبلومه عشان احنا مهتمين، مش ان احنا جايين ناخد شهاده يعني قصدي. فالموضوع بيبقى اظرف يعني. زي ما قلت لكم مفيش سخافه ان انت بتدرس عشان درجه، مفيش سخافه ان انت بتدرس علشان شهاده. فالموضوع couldn't be more لذيذ يعني الحمد لله. وانا عامه الفورمولا اللي حباها جدا في حياتي ان انا اكون بعلم اولاد في الاجازه وبتعلم في الدراسه لما هم بيتعلموا. ده كنت نفسي جدا اكون بعمله يعني. وبدرس حاجه مقدره قيمتها قوي لاني اخترتها بمزاجي، وبعد 4 سنين تخرج. انا حد بيحب جدا يتعلم. however لما قلت لاصحابي انا هعمل دراسات عليا، راح قالوا لي يا بنتي احنا مخرجينك بالعافيه انا فعلا في سنه تانية كليه كنت عايزه اسيب الكليه، احنا مخرجينك بالعافيه. فعايزه تكملي تعليم ازاي؟ فلا، لان التجربه التعليميه هنا مميزه وملهمه على كل الاصعده يعني. بالنسبه لي اي حد بقول له ان انا منبهره بمشروع تعليم حلو بالطريقه دي وعلى كل الاصعده بالطريقه دي، يقول لي ايه ده انت بتدرسيه في جامعه ايه؟ اقول له في جامعه القاهره. يقول لي ياه، بروجكت بالطريقه دي وبرنامج تعليمي بالشطاره دي والحلاوه دي في جامعه القاهره، جامعه حكومه يعني. يس. واي ريتد 20/10 فور ناو، يعني لسه في 3 ترمات هنشوف هيحصل ايه. هتلاقوني بدخل ابديتس كتيره عن الدراسه في الفلوجز الجايه على انستجرام على ذا في ميكر. هل ارشح لكم انكم تنضموا لي لو عندكم نفس الاهتمامات؟ جو فور ات. وسبيشالي اللي عندهم ستارت ابس في مجال الثقافه، يعني ندى اللي قالت لي على ندى وساميه الاثنين اللي متخرجين من الدبلومه اللي انا عرفتها عن طريقهم، الاثنين عندهم ستارت ابس في المجال الثقافي، فالاثنين درسوها. وحد عرفت ان حد تاني كمان، يعني اي حد شغال في المجال الثقافي سبيشالي لو انه هو نفسه عنده ستارت اب، الموضوع هيبقى مفيد جدا 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 بالنسبه له. اي حد عامه شغال في مؤسسه ثقافيه واي حد انترستد يعني. بس لو عجبكم الفيديو انتوا عارفين هتعملوا ايه، الحاجات اللي بتتعمل الكتير دي. واهم حاجه ان انا اشوفكم السنه الجايه
في الدبلومه. واهم حاجه ان انا اشوفكم الفيديو جاي في فيديو البلوفر. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير وكومنت، وما تنسوش الاهم من كل ده تكونوا مبسوطين وتملوا العالم حاجات حلوه اكبر منكم بكتير. سلام.